يا خبر اسود منيل، وانا هقول للجمهور المصري ازاي على الكارثه بتاعت ماتش بوتسوانا دي؟ ده في كارثه في منتخب مصر كبيره، اقول لهم عليها ازاي؟ بصوا كده بصراحه الجمهور المصري، انا عندي لكم خبرين، خبر حلو وخبر وحش. ابتدي بانهي الاول؟ انا الفيديو ده حاسس ان انا شفته قبل كده، مش الكلام ده يبدي في ماتشات الاهلي بس، هو برضه في كل طب قول لي يا سيدي ايه هو الخبر الوحش وفرحني في الاخر بالخبر الحلو. احنا عندنا شويه غيابات بسيطه كده يعني. رامي ربيعه اتصاب الماتش اللي فات ومش هيقدر يكون موجود بكره معانا في ماتش بوتسوانا. الواد مسجل جون الماتش اللي فات وعامل اداء عالي قوي، ده ما صدق يخش فورمه يتصاب. يعني مش مشكله، المدافعين كتير ومصر ولاده. حجازي ياخد مكانه وهيأدي برضه. اهو للاسف بقى حجازي عمل مشكله مع كابتن حسام حسن وساب معسكر منتخب مصر خالص. بص يعني سيبك من الدفاع، طالما الهجوم كويس والهجوم بخير يبقى اكيد الدفاع هيبقى تمام. يعني اهم حاجه الهجوم. بمناسبه الهجوم بقى، يعني مصطفى محمد هو كمان متصاب من الماتش اللي فات وممكن ما يكونش موجود بكره في ماتش بوتسوانا. يعني ولد